ممكن رجل برج الأسد يحبني؟ هو في كام حاجة عايز أقولهم لك قبل ما أبدأ حلقة النهاردة. كام حاجة مهمين جدا هينجذب ليكي حتى لو هو كان بعيد عنك، أو لو كنت انتي بس معجبة بيه من ناحيتك زي ما بيقولوا حب من طرف واحد. كام حاجة دول لازم تكتسبيهم، ولو عندك خير وبركة ولو ما عندكيش حاجة منهم فمهم انك تكتسبي ولو حاجة أو اتنين أو تلاتة، لأن فعلا لو اكتسبتي دوت فعلا هينجذب ليكي. بدون مبالغه 5 حاجات هقولهم لك بسرعه، وصدقيني مش هطول عليكي لان الفيديو سهل جدا. ما تخافيش، هينجذب لك اول نقطه معانا انك لازم تمدحي فيه. لو كنتوا اصحاب قريبين من بعض او لا، او بتقفوا مع بعض بس انت ما بتتكلميش، مهم جدا انك تبيني له انك بتمدحي بيه. فعلا ده انت كنت راجل في النقطه الفلانيه، فعلا بصراحه انا بايد كلامك لان فعلا ده الصح. لان انا فعلا لو كنت مكانك كنت برضه هعمل كده. انت على فكرة من الناس اللي جريئة، انت من الناس القوية، انت من الناس. هنا بيحب برج الأسد أو الراجل بصورة عامة إن حد يبينه ويظهره يحسسه إن هو قائد، يقول له لأ فعلا فعلا أنت صح. بيحب ده. يعني حتة الأنا عنده يعني موجودة، ومهم إن احنا نلعب عليها. ولو انت لعبتي عليها واكتسبتي ده حتى لو ما كنتيش بتعرفي انك تمدحي، فعلا انت هتبقى في حتة تانية، وحرفيا حرفيا هتكسبي قلبه. لو كنت جديد معانا القناة بتمنى ان انت تخش تشترك في القناة وتعرفني بنفسك، كمان تدوس لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لغيرك وحد تاني يستفاد منه. عايز تشير فيديو براحتك، ليك كل الحرية والاحترام. النقطة اللي بعد كده وهو انك لازم تهتمي من ناحية الأطفال. اهتمي من ناحية الأطفال. لو كنت متجوزة حسسيه انك لو اتجوزتي ههتم بأطفالي أوي، ههتم بالبيت أوي. أنا أصلا خدامة على فكرة، أنا خدامة والله، بس أنت بس ارضى عني. مهم انك تهتمي بالاطفال، تحسسيه انك لا عندك مسؤوليه تجاه بيتك، وبتعرفي كويس جدا تديري بيتك وتديري شغلك لو انا كنت هشتغل بعدين. وكمان اطفالي بعرف اربي كويس وبعرف اعلم كويس، ده بيجذبه، ده بيطمنه، لان هو بطبعه بينسى النقطه دي. حنون جدا على اطفاله، بيحب بيته جدا. ولكن طبيعي الاسد عنده حتة ايه، عنده حتة الشغل او لا، عنده حتة المزاجية شوية. انا واخدها من برج الجوزاء، فانك تقولي كده تعرفيه لا ما تخافش، ترديله لا ما انا موجودة بعدين، فده يعني هيجذبه بطريقة لا تتخيليها. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. النقطة اللي بعد كده لازم تحسسيه ان هو ليه سلطة عليكي. لازم لا انت ليك كل حاجة، انت تقول واحنا ننفذ، انت تعمل اللي انت عايزه واحنا نحاول ان احنا ننفذه لك. ايوه حاضر 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 حاضر. يعني حسسيه بده. هو طبيعي هيسيب لك حاجات كتير جدا تقوديها، لان الحاجات دي زي ما بقولك بيبقى فيها عنده نوع من انواع المزاج. ولكن مهم انك تحسيه لا انت يا باشا الباب، انت اللي ليك سلطة، انت معلم الدنيا دي كلها. ودي فعلا بتجذبه في الست وبتخليه فعلا مش فاهم هو ليه ايه ده، هو انا وقعت كده. بيقول نفسه انشف شوية. لا يا عم، دي حسستني بالاحساس اللي انا نفسي فعلا احسه. فعلا جذبت نفسي، فده مهم جدا. النقطة اللي بعد كده، رغم كل اللي انت بتحسسيه بيه وكمان بتوصله له عن طريق كلامك او عقلك او افعالك، لازم برضو توريه انك لا عندي قوة شخصية يعتمد عليا في كل حاجة. مش سهل ان انا اتساهل، ولكن قدامك هتساهل. مش سهل ان انا اتساهل ولكن قدامك هتساهل. في مواقف ما بين صحابك لازم تفهمين انت قوية الشخصية وتعرفيه وتوصلي له ده بيفرق جدا. بيفرق جدا، بيخليه في حتة تانية خالص. وكمان من ناحيتك لا هينجذب. هو بيحب البنت دي، البنت اللي بتبقى عارفة هي بتعمل ايه لما بتتحط في موقف صعب. فعلا بتبقى قده وعندها استعداد تموت من أجل مسؤوليتها لأطفالها ولبيتها واهتمامها بيه وبيتها. وده مهم جدا جدا جدا. النقطة الأخيرة، ويعني في كتير بقى أنا مش عايز يعني أطلع عليكم حلقة النهاردة، إنك تكوني رومانسية. هو بيفتقد ده، يعني عنده الموهبة دي أو المهارة دي في بعض الأوقات، وبتطلع لما بيكون عايز حاجة من الأنثى. طبعا أكيد فيه،
ولكن مهم انك تديله رومانسية وتديله حنان. ولو انتوا مش مرتبطين او مش متجوزين، مهم انكم ان هو يفهم لا البنت الرومانسية بحركة، باسلوب، بطريقة، بكلمة. انت بتعرفي، انت بنت وعارفة انا بقول ايه. فمهم جدا انك تركزي على ال5 نقط دول، لانك لو ركزتي ايا كان شكلك، ايا كان اسلوبك، ايا كان طريقتك، هينجذبلك، هيقع، هيحبك. مفيش مفر، مفيش مفر. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها، واوعى تتردد في لحظة انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايز ان انا انفذه لك. انا هنا عشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك اللي انت عايزه. السلام عليكم، استنوني في حلقات جديدة.